يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل اخوات في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتم صحة واحسن حال، اللهم امين. النهارده فيديو جديد على قناتي، فلو لسه اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه من علامه الاشتراك اللي بتظهر لك تحت الفيديو باللون الاحمر. ضغطي عليه هيطلع لك 3 خيارات، اختاري اول خيار فيهم وهو الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد بوست جديد لايف جديد على القناه يوصلك اشعار بيه، تدخلي تنوريني باحلى لايك من احلى اخت في الدنيا. هستنى لايكاتكم على الفيديو ده وتعليقاتكم وتشجيعكم ليه. النهارده فيديو جديد ومختلف من نوعه، هقول لكم ايه اللي حصل معايا وتجربتي في التعب اللي عندي، او انا تعبانه بايه او اتشخصت بايه. اهم حاجه بقى اللايك على الفيديو ده، حطوا له لايكات كتير 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 للفيديو عشان تحسسوني حتى تحسنوا حتى من النفسيه بتاعتي. ربنا الاعلم انا طالعه اتكلم يعني حالتي عامله ازاي وانا طالعه اتكلم. تمام. بقالي فترة كبيرة جدا جدا جدا، ومتابعنا على القناة عارف ان انا كل فيديو او كل فترة اقول لكم انا تعبانة انا تعبانة انا تعبانة، واكتر الفيديوهات بقول الكلمة دي. لفيت على دكاترة كتير، تحاليل واشعة وكل حاجة عملتها، فوق دلوقتي ال5 سنين وانا تعبانة ومش عارفة انا عندي ايه. كل التعب اللي في الدنيا متجمع كده ومحطوط في جسمي. اول حاجه ارهاق جامد، ارهاق جامد جدا جدا جدا. بقوم من النوم جسمي متكسر، اول ما اتحرك كده تحس ان جسمي بيفك واحده واحده. صداع مستمر، الم في الرقبه من هنا، الم في الصوابع، الم في الايد، في مفاصل الايد، الم في الرجل، لحد المره دي وصل لشعري. عارفين يعني لما اعمل كده شعري بيوجعني، وصل لغايه فين؟ آه كل حته في جسمي بتوجعني. لفيت كتير وعملنا أشعة وتحاليل، بقالنا كام سنة على الكلام ده. كل دكتور اروح له انت ما عندكيش حاجة، انت ما عندكيش حاجة. طب انا عندي ايه يا دكتور؟ طب اتشخص ايه؟ ما عندكيش حاجة، هتاخدي شوية الفيتامينات دول هتبقي كويسة. أشعة كلها والتحاليل كلها سليمة. شايفين كل ده؟ كل ده أشعة وتحاليل. انا مش عارفة هو ظهر لكم ولا لا. كل الورق ده تحاليل اهي، وادي تحاليل تانية واشعة اهي. اهو ورق كتير كتير، اشعة كتير وتحاليل كتير. لحد الان يعني اخر حاجة عملتها اللي هو الرنين ده. تمام. كل حاجة سليمة، مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة، جسمك مفيهوش اي حاجة. اهو دي اشعة على المخ، دي اخر اشعة عملتها. هجيب لكم بقى ايه الطريق من اوله كده. زي ما قلت لكم ان المرض ظهر معايا، او التعب مرض، التعب يعني وال يعني التفاصيل بتاعته يعني بمعنى اصح ظهرت معايا من زمان جدا، من فترة كبيرة جدا جدا جدا. تعب فظيع. كله يقول لي حسني من النفسية بتاعتك. طب مش بمزاجي، انا بنام بقوم كده. خدي فيتامين د، خدي كالسيوم، خدي مش عارفه ايه. رحت الاول دكتور قال لي نقص الكالسيوم في الجسم. طب نقص الكالسيوم يعمل كده؟ لا ما يعملش كده. حولني لدكتوره روماتويد والحاجات دي. الروماتويد شخصتني، بعتتني عملت اشعه، مفيش التهابات خالص في الجسم انها تستدعي الوجع ده كله. الوجع تحسه ان عروقي نار من جوه، فيها كهرباء. دماغي من دماغي لرجلي فيها كهرباء. وجع في العضلات بتاعت جسمي. يعني كده ما بستحملش انا، علشان واخده العلاج ده بيبقى زي المخدر والحاجات اللي زي دي. هنا بوجعني، ما طقش حد يحط ايده على عظمي كله لحد هنا. شايفين المفاصل دي او الحتت دي؟ صوابع ذات نفسها مش قادره. رجلي لو وقفت 5 دقايق مش قادره. فكل ده بعتتني عملت اشعه عشان لو في التهابات ولا حاجه. الاشعه طلعت سليمه جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه. شويه التهابات ما تستدعيش ده كله،
في الرجل من تحت، في قصبة الرجل من تحت. طب ايه يا دكتورة؟ قالت لي ده روماتويد في الاوتار بتاعت جسمك من جوه، جسمي من جوه الروماتويد فيه، في الاوتار ذات نفسها. فدي حاجة مخفية ما بتظهرش لا بأشعة ولا بتحاليل ولا اي حاجة. اسمه التعب اللي عندي اسمه اللص الخفي. يعني هو موجود، بيهاجم بشراسة، لكن مش ظاهر، ما هوش ظاهر لا في تحاليل ولا في أشعة ولا في أي حاجة. رحت للدكتور تاني، اخدت العلاج بتاع الدكتورة دي واستمريت عليه. المفروض ان هي بتديني اشعة، علاجات قصدي، والعلاجات دي مضادات اكتئاب، مضادات للاعصاب، حاجة كده كان متوهان عن الدنيا. نايمة 24 ساعة، لا اعرف ولادي عملوا ايه ولا كلوا ولا شربوا، كأني ايه مش موجودة. آه، فقلت انا تعبت من العلاجات فوقفت العلاجات. هكذا التعب يرد. هو التعب موجود في جسمي ومستمر في جسمي بقاله فترة كبيرة، لكن ايه بيضيع فترات او بيخف، يعني بمعنى اصح الهجمة بتاعته بتخف فترات وبترجع. ممكن ترجع لك اقوى، ممكن ترجع اخف من الفترة اللي جت فيها. فده كله تبع ايه الهجمة جاية عاملة ازاي. تمام. رحت للدكتور تاني لعمود فقري واللي هو بتاع اسمهم ايه العظم والحاجات دي. قال لي اول ما طلعت على السرير، فهو لسه مشخص ولا اي حاجه، مسك شفتوا الرجل كده، العضل بتاع الرجل من تحت، حط صبعه كده ما بين العضله وما بين اللي هي قصبة الرجل من تحت. قمت صارخه، قال لي قومي، من غير اي كشوفات، من غير اي كشف تاني. قال لي قومي. فقلت له ايه يا دكتور؟ قال لي انت ما عندكيش اي حاجه ظاهره، انت عندك تعب او مرض مزمن هيفضل معاكي طول عمرك. طب ده اسمه ايه؟ قال لي فيبروماليجيا. ايه الفيبروماليجيا دي يا دكتور، او ايه المصطلح ده؟ هو مرض مزمن زي الضغط والسكر، بيفضل معاكي طول حياتك. بس الضغط والسكر طبعا ما بيجيش بوجع، لكن ده هتستمر عليه طول حياتك، هتفضلي طول حياتك موجوعة. طب اعمل ايه يا دكتور؟ هناخد شوية مهدئات، شوية مبسطات للعضلات، شوية ادوية للاكتئاب برضو. فالادوية دي كان بتوهني برضو عن العالم، فما اخدتهاش، ما اخدتش الادويه. خدتها فتره برضو وسبتها. رجعت الهجمه بتاعته، جت تاني، بس المره دي اقوى، المره دي اقوى بكتير بكتير بكتير. صداع مستمر، مش عارفه افتح عيني حتى، هتلاقوا هو ظاهر اساسا على وشي. شايفين شحوب في لون الجلد؟ انا علشان بصور لكم بفلاتر فانتم مش شايفين شكلي الطبيعي او لون جلد طبيعي. وجع مستمر في جسمي كله من اوله لاخره. دماغي من هنا، لدرجة ان انا لما رحت للدكتور الاخير اللي انا هقول لكم عليه ده، كان الدكتور خايف ان هو يكون حاجة في دماغي او حاجة لا قدر الله، حاجة في المخ او كده. قال لي نستبعد الحاجات دي الاول وبعدين نفكر في حاجة تانية. فالهجمة المرة دي جت بشراسة، شرس بمعنى شرس، تحس ان هو بياكل في الجسم من جوه. آه وجع زي ما قلت لكم مستمر، صداع، مفيش نوم، قلق، ارق، كل حاجه موجوده، كل حاجه مش ظاهره برضو ان هي تظهر، حتى ان الدكتور يشوفها بتحاليل، الدكتور يشوفها باشعاعات. اغلى الاشعاعات عملتها، عملت التحاليل كلها الموجوده في الدنيا عملتها. تعبانه طبعا، مفيش حاجه ظاهره عليا. فاللي حواليكي كلهم
خدي فيتامينات، خدي مسكنات. فرحت لدكتور مخ واعصاب، حولني اعمل الاشعه الاخيره اللي هي رنين على المخ. قال لي نستبعد اي تعب تاني واي مرض في الجسم، وبعدين نشخص مع بعض. قلت له تمام. رحت عملت الرنين. طبعا جيت متعذبه منه 3 ايام صداع، مش عارفه اتحرك من دماغي من كتر الصداع اللي عندي. هو زاد صداع. هو كشف عليا الكشف المبدئي، قال لي ما فيكيش اي حاجه، قومي. الكشف المبدئي سليم. طب يا دكتور انا تعبانه. آه قال لي نعمل بس الاشعه الاول، وبعد كده نشوف انت عندك ايه. قال لي يعني ملخص اللي عندي، يعني اللي انا اقول الاعراض اللي عندي. قلت له وجع في الرقبه، صداع مستمر، وجع في المفاصل بتاعت جسمي كلها، وجع في العضلات، مش قادره اي حد يلمسني اصرخ. وجع في الرجل، عضلات رجلي مش قادرة اتحرك منها، مفاصل رجلي مش قادرة اتحرك منها، صوابعي. المهم يعني لحد ما وصل ان هو شعري، اللي هو شعري مش عارفة بتألم وانا بسرح شعري. فقال لي هنعمل الرنين دي ونستبعد اي مرض بقى ان هو يظهر في الاشاعة الاول وبعدين نتكلم. قمت عملت الرنين ورحت له بيه بعدها بكام يوم. قال لي الاشاعة ما فيهاش اي حاجة، الحمد لله كل حاجة سليمة، ما فيكيش اي حاجة. طب ايه اللي عندي؟ قال لي فيبروماليجيا. ايه يا دكتور الفيبروماليجيا؟ قال لي اللص الخفي بيجي يهاجم الجسم بشراسة. ساعات بيجي النوبات بتاعته يعني خفيفة شوية، وساعات بتيجي النوبات بتاعته ان هو هاجم بشدة. حالة نفسية، بيجي من الحالة النفسية بيجي صدمة، اكتئاب، ضغط عصبي، كل ده. لكن الحاجة اللي هي بتدخله الجسم زي جراحة غلط، او صدمة نفسية، تعرضت لصدمة نفسية جامدة. بيجي الاشخاص، اكتر الاشخاص اللي بيجي لها او بيهاجمها او بيدخل جسمها اساسا الاشخاص الحساسة، اللي هي بتاخد الحاجة وتكتمها في نفسها وتفضل كاتمة في نفسها وما تطلعش او تتكلم او تعبر عن مشاعرها. طب يا دكتور هعمل ايه؟ قال لي ده مرض مزمن زي الضغط والسكر، لكن هتنك طول حياتك بيه. طب يا دكتور اعمل ايه؟ ليه ادوية او ليه علاجات؟ ما توصلوش لحد دلوقتي لاي علاجات. ليه؟ لان المريض بيروح بيشتكي بحاجات كتيرة، انت جاية تشتكي لي بكتلة حاجات. فهو ملوش علاج غير ان الراحة النفسية، علاجات اكتئاب، علاجات نفسية، كل ده هو ده علاجه. فالحمد لله حبيت ان انا اشارك معاكم بس تجربتي، علشان لا قدر الله بعد الشر لو حد بيعاني ما يدخش او يلف كتير، ومثلا يختصر الطريق. يعني انا رحت لدكتور باطنة، رحت لدكتور روماتويد، رحت لدكتور قلب، رحت لدكتور عظام، اخر حاجة مخ واعصاب. يعني انا ما سبتش تخصص غير لما رحت له، والكل اجمع ان هو فيبروماليجيا. الدكتورة بتاعة الروماتويد قالت لي التهابات في اوتار جسمك من جوه. الدكتور بتاع المخ والاعصاب قال لي ما هو ده الفيبروماليجيا، هو مرض بيبقى موجود في جسمك من جوه، او تعب بيبقى موجود في جسمك من جوه ومش ظاهر انك تشخصيه. فالحمد لله، الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا، اللهم لا اعتراض. الواحد بيتكلم في ان هيعيش معايا. طبعا الوجع هيتن مستمر معايا. كل اللي بيعمله للعلاج ان هو بيسكن شوية او بيخدر الجسم. يعني العلاجات النفسية دي كلها وعلاجات الاكتئاب بتبقى مخدرة الجسم، كأنك واخدة مخدر كده، كأنك متخدرة عشان داخلة عملية. بعد ما تفوقي من التخدير ده بتحسي بكل وجع في جسمك. فاللهم لا اعتراض. الحمد لله، الحمد لله ان هي مفيش حاجة وحشة. انا كان نفسي ان مثلا يطلع حاجة معروفة ان انا اعالجها، اخد لها علاجها، لكن مش ان هي حاجة تستمر معايا
وميكونش التعب موجود وكمان ملوش علاج. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب، وكل اللي يجيبه ربنا كويس، والحمد لله اللهم لا اعتراض على حكمك وقضائك. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكونوا حطيتولي لايك، ويا رب تكونوا كتبتولي تعليق، حتى لو تعليق صغنطط قد كده يبقى حلو منكم والله العظيم. انا اسفه لو كنت طولت عليكم، لكن واسفه كمان لو كنت بنقل لكم طاقه مش ايجابيه يعني في الفيديو النهارده، لكن حبيت بس ان انا اشارك تجربتي معاكم. كل فيديو بطلع اقول لكم انا تعبانه انا تعبانه، اللي مر بتجربتي يقول لي لو يعرف انا عندي ايه. فالحمد لله انا عرفت، الحمد لله ده فضل ونعمه من عند ربنا. وده التشخيص النهائي، يعني انا مش رايحه لدكاتره تاني، بامر الله هاخد العلاج بامر الله. خطوه جديده بقى ان انا هستمر على علاجي، مع ان شايفه اراء كتير ان بلاش العلاجات دي اللي هي بتاعه الاكتئاب دي او بتاعه النفسيه بمعنى اصح، لكن مش هقدر اكمل من غيرها. بينيمني بيخدرني بيغيبني عن الوعي، هستحمل مش مشكلة، كله عشان خاطر ولادي وعشان خاطر جوزي استحملوا معايا كتير، وجوزي وقف جنبي كتير جدا جدا، ومامتي ومفيش حد سايبني الصراحة. كله بيحاول ان هو يحسن من نفسيتي او يقول لي حسني من نفسيتك، او يديني طاقة ايجابية ان انت ما فيكيش حاجة، حاولي تقاومي حاولي تتعايشي. لكن بجد بجد ما بيبقاش بايدي خالص. طبعا اللي عندهم التعب ده عارفين التعب ده وحش جدا جدا جدا. اي تعب تاني بتبقى عارفة، مثلا انت عندك صداع بتروحي تاخدي له حباية مسكن، ان انت عندك ضغط لا قدر الله بتروحي تاخدي علاج الضغط، عندك سكر بتروحي تاخدي الانسولين او دواء السكر. كل حاجة بتبقى معروفة. يمكن حاجة زي دي مش باينة اساسا، هي مش ظاهرة لا في اشعة والتحاليل، يعني كم اشعة وتحاليل ومفيش حاجة اي حاجة ظاهرة. فالحمد لله. اللي انا حابة ان انا اقوله لكم ان ما تضغطوش نفسيتكم، تحطوش نفسكم تحت ضغط عصبي، ودي يعني رأي الدكتور، يعني الدكتور ولا قايل لي كده بعيدي عن اي ضغط عصبي، ابعدي عن اي حاجة تبوظ لك نفسيتك بمعنى اصح. طبعا اللي عندها اطفال طبعا عارفة الكلام ده، ولازم نتعصب ولازم الشارع كله يسمع بينا والكلام ده كله. فحاول بقدر الامكان، يعني هو الحمد لله انا اول علاج ليا النهارده، او اول نص حبايه ليا النهارده، المفروض ان هي نص حبايه كده، المفروض ان هي بتسبب اساسا ان انا انام وطبعا علاجات الاعصاب معروف عنها لازم تنامي ولازم تبقي متخدره. حاسه ان انا كنت صاحيه مش فايقه خالص، مش حاسه باي حاجه حواليا، مغيببه كده، دماغي مغيبب، حتى عاوزه انام، فصلانة عن الدنيا، لكن حاسة بالتعب. انا حاسة بوجع رجلي، حاسة بوجع ظهري، حاسة بوجع الكتف والرقبة، وحاسة بوجع دماغي، لكن هي مخدرة لي جسمي. لكن بعد ما قمت واتحركت الحمد لله وغسلت مواعين واتحركت في الشقة بقى، ما احنا لازم نبقى تعبانين ونتحرك برضه، يلا الله المستعان. حاسة الحمد لله، يعني من اول نص حباية كده حاسة بتحسن الحمد لله. فده اللي بيعمله يعني العلاج، ان هو زي مسكنات او مخدرات بتدخل، زي مخدر كده بيدخل الجسم بيخدر لك المنطقة ذات نفسها عشان ما تحسش بالوجع، وهكذا وهكذا. ولازم تبقي على الميعاد، يعني انك تاخديه في ميعاده، وما تحطش نفسك تحت ضغط ان انا نفسي او عصبي، ايا كان عندك التعب ما عندكيش التعب، بلاش نحط نفسنا تحت ضغط عصبي، مفيش حاجة مستاهلة. لما يجيلك الله لا قدر الله لو جالك تعب زي ده ما بيتعالجش، فنحاول بقى بقدر الامكان نحسن من نفسيتنا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم، اهم حاجه وما كنتش نقلت لكم طاقه سلبيه، لان انا بحب ان انا انقل لكم طاقه ايجابيه على طول في فيديوهاتي، فده بس عشان ايه، بفضفض بطلع اللي جوايا معاكم. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو.
يا رب تحطوا لي اللايك بقى وتسمعوا كلامي كده وتشتركوا في القناه، اهم حاجه انكم تشتركوا في القناه. يلا داخلين بقى على 8000 اخ واخت، فعاوزين نكمل ال 8000 كده في اقرب وقت ممكن. عارفه ان العدد مش كبير قوي، لكن الحمد لله يعني، الله المستعان كده، واحده واحده القناه تكبر بيكم. فربنا يديمكم نعمه في حياتي يا احلى اخوات وصحاب في الدنيا. استنوني في فيديو جديد بقى ان شاء الله، يكون فيديو محمس كده غير الفيديو ده، واطلع اقول لكم انا خفيت. يعني هتستنون فيديو مني او ان انا اقول لكم انا خفيت. هي يعني ايه، الدكتور قال النوبة هتيجي، ممكن تيجي جامدة، ممكن تيجي عاملة يعني ان هي هادية شوية. فالله المستعان، ونسأل الله التسهيل كده ان هي لما تيجي المرة الجاية ما تجيش جامدة زي المرة دي. والحمد لله يعني انا عرفت خلاص، يعني انا عرفت ان هو تشخيصي كده. كذا دكتور وكذا دكتورة اجمعوا ان هو كده خلاص، مش رايحة للدكاترة ولا رايحة لأي حاجة تاني. آه، الله المستعان، ويشفيني ويشفيكم اللهم امين، ويرزق كل مستقبل الذريه الصالحه، ويصلح حالكم وحالي اللهم امين، ويصلح حال المسلمين جميعا. اقول لكم بقى مع السلامه، واسيبكم في رعايه الله. استنوا فيديو جديد، دمتم في رعايه الله.